لانه بيلعب ب10 لعيبه قدام النادي الاهلي، وفي يوم جميل للنادي الاهلي هنبقى نحكي على قصه كاس العالم بعد شويه. مبروك لفيوتشر، واعتقد النادي الاهلي وما يستحقش اكتر من نقطه في هذا اللقاء، يعني بصراحه يعني طبقا للاستهتار اللي كان موجود، طبقا للريتم البطيء جدا اللي كان موجود، طبقا لحاله اللامبالاه اللي كانت موجوده. عمرك ما تضمن مباراه ب1-0 ولا ب2-0 ولا حتى ب3-0، وده احنا شفنا يعني اكتر من مباراه، شفنا غزل المحله مع طلائع الجيش، شفنا اكتر من مباراه، شفنا المقاولين العرب مع انبي، وحتى اسوان مع سيراميكا، اسوان رجع 2-2 ولولا هدف في الوقت بدل الضائع انقذ سيراميكا ب3 نقاط. يا عم انت عايز تتكلم على البوندسليجا؟ ده الدوري المصري محتاج كوبايه ميه بسكر عشان يفوق معانا كده. مفيش لعيب اكبر من التعليمات، مفيش لعيب اكبر من النادي الاهلي. في تعليمات اتعودنا على كده. اللي يقوله المدير الفني يتنفذ في الملعب، اللي يقوله المدير الفني يتنفذ في الملعب، الا اذا زي ما قالوا الكباتن. الراجل مثلا في ركله جزاء دلوقتي، ما انا برضو مش عايز اتكلم، انا ما بهاجمش حد. ايمن، ما هو انت برضو في نقطه يا جماعه ماشي، انا ما بهاجمش حد يا جماعه، مش عايزين اللهجه اللي هي انت مثلا بتيجي على اللعيبه. لا، انا ما بجيش على اللعيبه خالص، بالعكس انا معاهم وفي ظهرهم ومؤيد ليهم، كلنا كده وداعمين. انا بتكلم على حاجات جوه الملعب. النادي الاهلي في حاجات ما تحصلش. النادي الاهلي طالما مدير فني قال حاجه، انا يا جماعه كل اللي يهمنا كلنا، مش انا بس، مش انا، كلنا جماهير احنا بره كده، كل اللي يهمنا مصلحه النادي الاهلي. هدوس على حد عشان مصلحه النادي الاهلي؟ انا هدوس. الكلام ده كلام رايق، والكلام ده كلام سليم، ما اقدرش اقول اي حاجه عنه خالص.